عليكم ومرحبا بكم جميعا على القناة ديالكم المنهب للتاريخ والمعرفة والثقافة. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على الدبلوماسية وشنو هو الدور ديالها والتطور ديالها في التأثير على الرقعة الجغرافية ديال اي بلد. اذا كما كنعرفوا فالجغرافيا عندها الثوابت ديالها وكذلك ولكن عندها خطوط التماس، يعني عندها الحدود ديالها، وهذه الحدود هذا تتغير بحال كما كيتغير الرمل، الكتبه الرمليه المتحركه، خصوصا الا كان او الا زحف عليها الاستعمار. فالاستعمار كيأثر بطريقه بتأثير كبير اكثر من التأثير ديال الطبيعه. وغادي ناخذوا كمثال هنايا الخرائط الجغرافيه ديال المغرب. ما غاديش نرجعوا للخرائط ديال المغرب في العصر الوسيط وغادي نذكروا بداك الامتداد المجالي للخريطه ديال الوطن في واحد القرون خلات وديك المساحه الجغرافيه اللي كانت كثيره. هادشي هذا ما كيهمناش في الموضوع ديال اليوم، ولكن اللي غادي يهمنا اكثر هو كيفاش تم تصغير وتم التقليص من الحجم ديال هاد الكتله الجغرافيه ديال المغرب حسب التاريخ وحسب التطورات التاريخيه، خصوصا في الزمن ديال الاستعمار. وهنا غادي نذكروا بعض المحطات التاريخيه اللي كانت شاهده واللي كانت مؤثره على صنع هاد الخرائط هادو على المقاس ديال العالم او المقاس الغربي، يعني الدول الاوروبيه اللي كانت تتقلب على المصلحه ديالها، واللي بدات منذ احتلال ديال الجزائر سنة 1830. ومن هنا بدات النوايا الاستعمارية اللي كانت تطمع في المنطقة ديال المغرب، وبدات كتظهر لنا خرائط جديدة اللي كتبين لنا الطموحات وديال هذه القوى المتنافسة على الأراضي أو على القارة الإفريقية. هذا المخطط هذا اللي غادي يتوج بواحد الصيغة ديال التفاهم في خلال المؤتمر ديال برلين اللي تعقد ما بين سنة 1884 و 1885. وقبل من ذلك كانت فرنسا كتمارس واحد السياسه ديال الامر الواقع انطلاقا من المستعمرات ديالها او المستعمره ديالها الجزائريه اللي كاينه في الشرق المغربي، فكانت كدير داكشي اللي بغات وكتدخل المنطقه اللي بغات وكتقزم لينا حنا في الحدود الشرقيه وكتسيطر تدريجيا على جميع او مختلف المناطق ديال شرق المملكه المغربيه. هادشي هذا ابتداء من احتلال ديال لاله مغنيه اللي كانت تابعه للمغرب سنه 1843. اذا البدايه كانت الاحتلال ديال لاله مغنيه في 1843، ومن بعدها غادي يجي الاحتلال ديال بشار اللي كانت هي مغربيه حتى الحدود ديال 1903. اذا هذا هو الحيز الزمني اللي تم فيه السيطره على الصحراء او المناطق الشرقيه من المملكه المغربيه. وكذلك قامت هذه الدولة الفرنسية بتطويق ديال المغرب من الجنوب ديالو بعد الزحف ديالها على الشمال من السنغال، يعني انطلقت من السنغال وطلعت شمالا لما يسمى الآن بموريتانيا، واللي غادي تحتلها سنة 1899 وغادي تطلق عليها هذه السمية هذه ديال موريتانيا. ومن هنا غادي تكون حصرت المغرب من الشرق وكذلك من الجنوب. وهنا غادي تدخل في صفقه دوليه سمحت لاسبانيا باش تشاركها في النفوذ شمالا وجنوبا، يعني عطاتها واحد الجزء في الشمال ديال المغرب والجنوب اللي كنعرفوه حنايا الصحراء المغربيه وكذلك المناطق ديال الشماليه في المغرب. هذا الزحف هذا والتمدد المجالي ديال الدول الاوروبيه باش يعاودوا يرسموا الخرائط ديال المنطقه ما كانش غير ناتج عن الترتيبات ديال ما بعد مؤتمر ديال فيينا 1815 وبرلين 1884 1885 باش ما يدخلوش الاوروبيين في حروب على المناطق او على المستعمرات، بل هذا الشيء هذا كان ممهد ليه ابتداء من دوك الحملات الاستكشافيه والقوافل التجاريه وكذلك مرورا بالدبلوماسيه. اذا هذه الدبلوماسيه والدبلوماسيه والمعاهدات اللي كتنتج عن الدبلوماسيه، هذه المعاهدات هذه اللي كانت غير متكافئه، وكانت دائما هذه المعاهدات تنتهي
وكانت تكون تحت تأثير لغات التهديد بالبوارج واقتحام المجال. اذا كانت القوه كتكون حاضره في هذه المعاهدات هذو، وكانت تاثر على هذه الدبلوماسيه هذه. ومن المكر ديال التاريخ بالنسبه للمغرب ان هذه المعاهدات كلهم اللي وقعوا من المغرب فكانت غير متكافئه، وكانت ديما علاش؟ لانها كانت في الوقت ديال زمن القوه ديال الاوروبيين والضعف ديال المغرب. وغادي ناخذ هنا مثال، المثال اللي كان وقع للعثمانيين مع فرنسا، اللي كانوا في الاوج ديال القوه ديالهم، ففرضوا على العثمانيين داكشي اللي بغاو، وخداو بزاف ديال المناطق من العثمانيين، هادشي بالدبلوماسيات المعاهدات. وهنايا غادي نذكروا باول معاهده وقع المغرب، وكانت هي معاهده اللي مهدات جديا باش يدخل النظام الحمايه القنصليه للمغرب، وغادي تفاجئوا كاملكم الا سمعتوها. وهي هي اتفاقيه اللي كان وقع المغرب، او المعاهده اللي اتفقها المغرب في المجال القضائي مع الدوله ديال السويد. اذا دوله السويد في المغرب وقع مع المغرب الحمايه القنصليه سنه 1763، وهي الدوله اللي ما كانش عندها واحد الطموح او كان عندها صراع حول المستعمرات مع الاوروبيين، ومع ذلك فكانت من الدول اللي وقعت او من الدول الموقعه على المؤتمر ديال مدريد 1830، والجزيره الخضراء او الخزيرات سنه 1906 بشان المغرب. وفي هذا المسار ديال التفاوض، فالدول الاوروبيه او الدبلوماسيه الغربيه فانتقلت نوعا من الهوايه، يعني كانت تمارس، كانت واحد الدبلوماسيه ضعيفه ولكن تطورات بكثره المعاهدات والاحتكاك مع الشعوب الاخرى، فتطورت الى الاحتراف وانتعشات مع او وصلت الاوج ديالها في فرنسا مع قانون 1833 اللي كيعتبر ان القنصل ماشي غير مجرد ممثل للدوله، بل القنصل تيولي حارس ديال المصالح ديال الفرنسيين في الخارج. وهذا القانون هذا كيشترط على المرشح لهذا المنصب هذا انه يكون متعلم، ويكون عنده واحد الكفاءه وعنده واحد الابجديه على اقل ما يمكن في السلك الدبلوماسي، وغادي يكون خاصو يكون حاصل على الاجازه في القانون والبكالوريا في العلوم الفيزيائيه. اذا من هنا كنعرفوا ان الدور اللي ولات كتلعبوا الدبلوماسيه، وانه كذلك بعد التفوق ديالو خاصو يخضع في التكوين في الاقتصاد وكذلك في اللغات وكل ما له علاقه بالشأن الدبلوماسي. للاسف هذا في الوقت اللي كان فيه المخزن او المغرب كيعتمد في الدبلوماسيه ديالو على دبلوماسيه الفقيه ولا دبلوماسيه المأمور، يعني وكان الدبلوماسي المغربي في الكلا ديال الحالتين سواء كان فقيه ولا كان مأمور فكان كيجهل اللغه ديال الناس اللي كيفاوضوا، اذا ما كانش عنده واحد التكوين في اللغات، وكان كيتجتمع معاهم في قاعات ديال المؤتمر وما كيكونش عنده واحد الجانب معرفي لا لغويا ولا سياسيا ولا قانونيا. وهنا نستشهد بالمقوله اللي كان قالها الحجوي في الاعتذار ديالو لبن سليمان الوزير الخارجيه عبد القادر بن سليمان، وقال ليه هادشي هذا في المؤتمر اعتذر ليه في المشاركه في المؤتمر ديال الجزيره الخضراء، وقال ليه ان في ذهابنا سنكون من جمله البكم، يعني ما غاديش نعرفوا نهضروا، ما غادي نقولوا والو، اذا ما لاش غادي نمشي، اذا اعتذر باش نمشي لان ما كيعرفش اللغه. ونتيجه لهذا الاداء الدبلوماسي والنتيجه راه كانت معروفه، اذ في يوم 30 مارس 1912 اختارت الدوله السويديه اسوه بباقي الدول الاسكندنافيه انها غادي تدخل. ولكن في هذه الالفيه الثالثه فالحمد لله ولينا كنشوفوا الدبلوماسيه المغربيه فتبدلات، وحتى اننا خدينا دروس كثيره او تعلمنا من القضيه ديال الوحده الترابيه، يعني قضيه الصحراء المغربيه. فالدوله المغربيه او الدبلوماسيه المغربيه طورات من الاشكال ديال التعامل ديالها، وولات كتعرف كيفاش تفاوض، ولات عندها واحد الهيبه في جميع مناطق العالم وفارضه راسها. وكما كنشوفوا حنا فما بقيناش ما مشيناش
سياسيا مثلا مع الدول ديال البريكس، وما مشيناش مع الدول الغربيه اللي هي اللي كتقودها امريكا. فاحنا حاطين رجل مع روسيا، رجل مع الصين، رجل مع السويد، رجل مع امريكا ومع البرازيل. كتلقى العلاقات ديالنا كاملها فهي مزيانه مع جميع دول العالم، وكنعرفوا نتفاوضوا، وكنعرفوا نجيبوا مشاريع اقتصاديه، وكنعرفوا نجيبوا مواقف سياسيه. وهذا الشيء هذا كيجنبنا بزاف ماديا. اذا انك الا عرفتي تعامل دبلوماسيا فانك كتربح ماديا. في غرار مثلا الا قلبناها غادي نشوفوا مثلا بعض الدول ديال الجوار فانهم الضعف الدبلوماسي فكيحاولوا يعوضوه بالتاثير المادي، ولكن داك التاثير المادي راه تيكون غير في واحد الوقيته، وتيكون في زمان محدد وفي مكان محدد. ما كيكونش يعني مثلا تقدر مثلا تشري رئيس، ولكن ما كتشريش دوله بمجرد انك يمشي داك الرئيس او وزير فخاصك تشري الرئيس الاخر. اذا اما بالنسبه للدبلوماسيه المغربيه فهي ولات دابا كتعامل مع دول، يعني واخا يمشي رئيس يمشي وزير مثلا كتبقى ديما العلاقات بين الدول فهي كتبقى مزيانه. وكما كنشوفوا راه ولينا كنربحوا او ربحنا نقاط كثيره في جميع الصراعات اللي كتدخلها الدبلوماسيه المغربيه ديالنا بفضل الحنكه ديالها والتجربه ديالها، سواء التجربه ديالها عبر القرون اللي جابت معها هذيك الكتله اللي جابت معها، وكذلك حتى التمرس والممارسه في العلاقات الدوليه الحديثه اللي كاينه دابا. فهذا الموقف او المشكل ديال الصحراء المغربيه فهو علم وخلى الدبلوماسيه المغربيه تبقى تطور من راسها كل مره باش توصل لهذا المستوى اللي وصلت له. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. عرفنا الان الدبلوماسيه والتاريخ ديالها والتاثير ديال هذه الدبلوماسيه هذه على الخريطه ديال اي دوله. اذا الا كانت عندك دبلوماسيه قويه فغادي تكون عندك خريطه كبيره، كانت عندك دبلوماسيه ضعيفه فالخريطه غادي تقزم.